السكراب خلص من عندك. تعالي اقولك بمكونات بسيطة جدا تقدري تعمليه في البيت وبأقل التكاليف. هنجيب اي علبة عندنا، نحط 3/4 او تلتين من السكر الابيض، وبعد كده هنحط اي ملح صنفرة من اي شركة انتي بتفضليها يكون ريحته حلوة. بنضيف برضو حوالي ربع المقدار اللي عندنا. تمام، هنحطهم على بعض كده زي ما انتوا شايفين، وهيبقى ريحته حلوه اصلا الكريم الصنفرة. هنجيب الشاور جيل بتاعنا ونحط برضو كمية معقولة، يعني تقريبا برضو ربع المقدار اللي عندنا، تقريبا كده معلقتين كبار. وهنجيب زيت جوز الهند السايل، عندنا برضو يكون من شركة كويسة جدا، انا بجيبه من امتنان. هحط معلقتين بالظبط، وعلشان الريحة الحلوة طبعا هحط زيت الورد، هيخلي الريحة تحفة. مش عايزة اقول لكم بصوا القوام بعد ما قلبته بقى عامل ازاي، ما يفرقش عن اي سكراب بجيبه من بره، وتكلفته بسيطة جدا ومش ب 300 ولا 400 جنيه، وهتقدري تعملي احلى سكراب في البيت لجسمك، وكمان لونه حلو جدا جدا. اعتمديها.